مفيش أجمل من اللحظة اللي تحسي فيها إن ربنا بيطبطب عليكي من غير ما تتكلمي ومن غير ما تشتكي. النهاردة هحكي لكم عن مواقف حصلت لي حسيت فيها إن ربنا بيحبني بجد. يعني وانت في عز التعب تحصل لك حاجة بسيطة لكن بتفتح لك باب أمل كبير. لو بتحس إنك وحيدة ولو نفسك تحس بقرب ربنا ليكي خليكي معايا للآخر، لأن هقولك كلام من قلبي ويا رب يكون سبب في راحة قلبك زي ما كان سبب في راحتي. النهاردة هتكلم معاكم عن علامات حب ربنا لينا. ازاي تعرفي ان ربنا بيحبك؟ هحكي لكم على موقف وحصل معايا، وانتوا عارفين ان انا بحكي لكم كل حاجة عن تجربة. الموقف اللي حصل معايا ان انا كنت في يوم حرفيا مكسورة ومهمومة، حسيت الدنيا قافلة وحسيت من كتر ما انا زعلانة من الموقف اللي حصل معايا اني بقيت اقول لنفسي هي ليه الدنيا جاية عليا قوي كده. حسيت ان الناس كلها ضدي، لدرجة ان من كتر القسوة اللي حصلت معايا بقيت اقول لنفسي يمكن انا اللي غلط وهم اللي صح، مع ان عمري ما ابتديت بالغلط مع اي حد. لكن حسيت بالاكتئاب الشديد وحسيت بالظلم الشديد قوي و... وكتر الافتراء اللي حصل. يعني خلاص بقيت منهارة من كتر المشاكل اللي كانت محوطاني ومن كتر الظلم اللي وقع عليا. افتكر ساعتها كانت صلاة المغرب، رحت اتوضيت وخدت كده السجادة بتاعتي وفرشتها وقعدت علشان اصلي المغرب. وصليت المغرب يا بنات والله وانا منهارة، وكنت ببكي بكاء يعني هستيري. بعد طبعا وانا بصلي قعدت ادعي ربنا كتير قوي، قعدت اشتكي له بقى من هموم، يعني من الهموم اللي انا فيها، من ظلم الناس، من افترائهم، من قلوبهم القاسية قوي في في ظلم الناس. ففضلت اشتكي لربنا كتير واحكي مع ربنا كتير. في اللحظة دي يعني طبعا انا مش معايا حد ان انا احكي له، مفيش حد جنبي ان انا احكي معاه، ولا صديقة ولا قريبة ولا اي حد. فسبحان الله كان ربنا هو اللي قريب مني. بعد ما خلصت طبعا جبت المصحف بتاعي قعدت أقرأ فيه. كانت كده الآيات عبارة عن الدموع كده بتنزل على آيات ربنا، يعني ما تستهونوش بالدموع اللي بتنزل، وخصوصا لو حد مظلوم أو ليه يعني طلب عند ربنا كده وبيعيط كده. يعني لو لنا كده طلب عند ربنا وعيطنا وبجد وعلى يقين، ربنا سبحانه وتعالى يعني جابر للخواطر، بيجبر خاطرنا قوي. جبت طبعا زي ما قلت لكم كده المصحف وقعدت اقرا. في اللحظه دي حسيت ان ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب عليا. طيب ايه علامات حب ربنا ليا اللي انا حسيت بيها؟ طبعا انا اتظلمت، انا كانت محوطاني مشاكل زي ما قلت لكم، بس دي من علامات حب ربنا ان هو ابتلاني، لكن في نفس الوقت الابتلاء كان حاجة خير ليا. يعني انا كنت ساعتها افضل اقول طب ليه انا اللي اتعامل معايا كده. وطبعا يعني انا ما كنتش اللي هو ايه، خلاص الكلمة دي ما بقولهاش خالص، يعني كلمة ليه دي انا ما بقولهاش، لان احنا المفروض ان احنا مهما كان فينا من ابتلاءات او ربنا سبحانه وتعالى عايزنا في ادالنا موقف معين، ابتلانا بحاجة معينة، من المفروض ان احنا بنطيع ربنا سبحانه وتعالى فيها واكيد فيها خير. فكل موقف بيحصل معانا لازم ان احنا نطلع منه الحكمة. انا كنت في ابتلاء شديد، كنت في مشاكل شديدة، كنت حاسة ان هي يعني ايه، حاجة تقيلة عليا قوي او حمل كبير قوي عليا انا مش قده. لكن الحكمة اللي طلعت منها ان دي علامة من علامات حب ربنا ليا، ان انا ما كانش حد جنبي، ما كنتش بشتكي لحد، بس كنت بشتكي لربنا. انت ممكن تشتكي لصديقة او قريبة او اي حد يعني يكون قريب منك، لكن هي مش هتعمل لك اي حاجة، هي ما فيش في ايدها اي حاجة. ممكن لو انت اشتكيتي سرك هيطلع بره. لكن من علامات حب ربنا ليا ان انا كنت بشتكي لربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك
جبر بخاطري، وقف معايا. حبيت الصلاة أوي، حبيت إن أنا طبعًا لو عندي مشكلة، لو عندي في كل يعني كل أحوال بقى أنا فيها، فرحانة، زعلانة، أي حاجة بالجأ لربنا سبحانه وتعالى. ودي طبعًا حاجة كبيرة جدًا، وحاجة يعني فيها راحة نفسية كبيرة جدًا، جدًا، إن أنتِ لمّا يكون فيكِ حاجة أو مسِّك ضُر، أنتِ بتروحي لربنا، أنتِ بتلجئي القادر على كل شيء، هو قادر على كل شيء، هو قادر يكشف عنِّك الضُر ده. لمّا بيمسّنا ضُر، لمّا فينا ابتلاء، فينا أي حاجة، هو ربنا اللي هيكشف عنِّك الظلم اللي أنتِ فيه، الضرر اللي أنتِ فيه، ربنا سبحانه وتعالى هيبعد عنِّك ده. ما دام أنتِ رُحتِ وزي ما بنقول كده خبّطنا كده على بابه، يعني رُحتِ وسجدتِ ودعيتِ واشتكيتِ، وأنتِ عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فدي كانت من علامات حُب ربنا ليّا. إن أنا أيوه كنت في مشاكل، كنت في ابتلاءات، بس مع ذلك اتعلّمت أنا ربنا أراد بيّا خير، يعني هو سهّل عليّا طاعة، خلّاني أمّا ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد بي بيوفّقه من طاعة لطاعة ويثبّته عليها. فالحمد لله الصلاة بقيت أصلّيها بخشوع، بقيت أحب الصلاة جدًا، حسّيت إن أنا قريّبة من ربنا جدًا. القرآن بقى صديقي، باقرأ فيه على طول، والحمد لله يعني حافظة من السور كتير الحمد لله رب العالمين وماشية في الحفظ. يعني ده كان علامة من علامات حُب ربنا. اللي أذاني، اللي حَب يظلمني، اللي حَب يفتريني، هو ما خدش المقام اللي أنا فيه. علشان تعرفي قيمتِك عند ربنا، شوفي هو حطِّك في أنهي مكان. عايزة تعرفي علامات حُب ربنا، شوفي أنتِ بتعملي إيه، أنتِ بتقومي ليل، اعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبِّك. بتقرأي القرآن بحُب، اعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبِّك. بتحفظي آيات الله، اعرفي إن ده حُب من ربنا، يعني دي علامات من حُب ربنا ليكِ. فده يعني ده كان الموقف اللي حصل معايا، من المواقف طبعًا الكتيرة اللي حصلت معايا، ولكن أنا حبيت أحكي لكم حاجة صغيرة جدًا من اللي حصلت معايا، وكانت ليها علامة كده عرّفتني إن ده حُب من ربنا، إن هو وفّقني لطاعة وثبّتني عليها، إن أنا لو فرح، لو زعل، لو أي حاجة، أنا ما أقدرش إن أنا ما أروحش لربنا واشتكي له وأبكي وأتكلّم مع ربنا. هو القريب، يعني هو قريب منّي، قريب مننا. بيجبر الخاطر، لو دعيتيه بيقين بأي دعوة ربنا سبحانه وتعالى بيلبّيها لِك. طبعًا لو ربنا سبحانه وتعالى منع عني حاجة، يعني لو كان في المشاكل دي أنا مثلًا ما كنتش شُفت المشاكل اللي أنا شُفت فيها دي أو ابتليت الابتلاء ده، أكيد يعني ما كنتش هاوصل للدرجة اللي أنا فيها، لإن أنا ما عنديش حاجة أو ما عنديش ابتلاء يوصّلني لدرجة العبادة اللي أنا وصلت لها أو للطاعات اللي أنا وصلت لها. فده توفيق من ربنا ليّا وفضل كبير، والمفروض لمّا يحصل أي ابتلاء أو أي شيء من الحاجات دي، تشوفوا إيه الحكمة وتاخدوها، ما تبصّوش للجانب اللي هو المؤلم. هو جانب مؤلم جدًا، قعد معايا فترة طويلة، ولكن كان فيه رحمة من ربنا سبحانه وتعالى وأراد بيّا خير، إن هو وفّقني للطاعات، ووفّقني إن للعبادة، ووفّقني للقرآن، وفّقني لحاجات كتيرة أوي، أوي. طبعًا لو قعدت أحكي فضل ربنا عليّا يعني هاطوّل عليكم جدًا، وأنا مش عايزة أطوّل عليكم أكتر من كده علشان ما تملّوش. ف الحمد لله على ما أعطى، والحمد لله على ما منع، وده الدعاء اللي أنا دايمًا باقوله. أكيد الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى باكون أنا شايفاها إن هي خير ليّا وحاباها وعايزاها، لمّا ربنا سبحانه وتعالى بيمنعها عني أكيد ليّا خير فيها. فالحمد لله حمدًا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. دي كانت القصة بتاعتنا النهارده، وقُلت له يعني حبيت أعرّفكم إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيدّي لنا علامات كده على حُبّه لينا.
لو عجبك الفيديو دوسي لايك واشتركي في القناة عشان نكمل سوا مشوار القرب من ربنا. وسيبيلي في التعليقات اكتبيلي كده على موقف حصلك وحسيت ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك. حاولي تشاركي الفيديو